هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا مريم. النهارده قررت ان انا اخدكم في يوم كده بسيط معايا، واقول لكم بقضي اليوم ازاي بقى في البيت وكده، لان خلاص زي ما انتم عارفين الامتحانات على الابواب اصلا. ف لازم نحترم نفسنا ونلم اللي ورانا. في مواد انا ما اعرفش عنها اي حاجه من بعد الميد ترم، يعني هو اضطريت اذاكرها عشان الميد ترم وكده. زي ايه؟ زي ماده الكيمستري. قررت ان انا احترم نفسي واحاول المها. مش حاسه ان انا قادره احاول المها، مش عارفه ليه. حرفيا انا مش طايقاها. لو سالتوني اصلا انت طايقه ايه السنه دي، اقول لكم مش طايقه اصلا نفسي. ولكن لازم لازم تتذاكر، لازم. هي متقسمه معايا ل10 محاضرات. ال10 محاضرات انا مذاكره منهم 5 قبل الميد ترم، واكيد دول اتنسي. يعني احنا بنتكلم في تقريبا في شهرين عدوا او شهر وشويه، فاكيد دول اتنسوا. بعد الميد ترم فكانوا 5 محاضرات، ف المفروض اذاكرهم. انا قسمتهم، عملتهم على اساس صفحات. يعني انا مش هذاكرهم من اول مثلا المحاضره السادسه وكده، لا، انا هذاكرهم باقل عدد صفحات. فاهمين حاجه؟ يعني بحيث ان انا احس ان انا خلصت. فاهمين؟ هو ده اللي انا بسعى دلوقتي عشانه، ان انا احس ان انا خلصت كتير، مش مش ماشيه بترتيب المحاضرات. فاهمين؟ هاخد بقى 8 و 7 او 7 و 8 على حسب. واكتر محاضره طويله هي المحاضره السادسه، دي 8 صفح. 8 صفح ومليانين. يلا نبدا، لان حرفيا مفيش وقت، واتمنى ان انا اقدر اخلصها النهارده، لان فعلا مفيش وقت. عايزه ابتدي في الديناميكا من بكره ان شاء الله، فربنا يعديها على خير. طبعا الفيديو الاخر عشان تعرفوا اذا كنت انا هقدر اخلص المحاضرات دي كلها النهارده ولا هكسل. ربنا يعيني بجد واقدر اخلصها، لان فعلا مفيش وقت، مفيش خالص. ربنا يعديها على خير بجد.
الحمد لله خلصت كده الكيمياء. بصراحه لسه فاضل لي اللي هي الجزئيه اللي هي قبل الميد ترم، تمام، وباقي لي ليكتشر واحده بس في اللي انا كنت مقرره اذاكره. ما حفظتهمش حفظ قوي، ولكن يعني ماشيه الدنيا فيهم وكده لحين ما يجي الامتحان واكد عليهم حلو ان كده كده هيتنسي. يعني هي تقريبا الماده الرابعه تقريبا، يعني لو انا فاكره صح فهي تقريبا يا اما الماده الرابعه، هي غالبا الماده الرابعه. فهيبقى عدى وقت، هيبقى عدى بتاع حوالي 3 اسابيع، فكتير برضو. فعشان كده قلت اسيبها شويه واكد حفظ بقى مره واحده، فاهمين؟ بحيث ابقى فاكراها، يعني فاهميني ان انا بس بصيت عليها كده مراجعه سريعه، وبعد كده في الاخر ابقى اكد عليها حلو يعني ان شاء الله. بحيث برضك لما اجي في الفاينل ما احسش انها كلها على بعضها مره واحده واتفاجئ بالكم الرهيب اللي عليا. وان شاء الله بقى ربنا يعديها على خير. حبيت اطمنكم واقول لكم ان كله هو مش تحت السيطره قوي، ولكن يعني تحت السيطره، فاهمين حاجه؟ المفروض بقى هبتدي بقى من دلوقتي اذاكر ديناميكا. ربنا يعديها على خير، لان تقريبا دي اكتر ماده بترعب منها هي والفيزياء. وبس والله، متنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتتابعوني على الانستجرام. باي. السلام عليكم.